كان في شاب طالب في كلية تجارة عادي جدا. كان عنده عادة غريبة، كان يحب يتكلم مع نفسه قدام المراية. في يوم وقف قدام المراية وقال أنا مش بخاف منك، لو ليك وجود وريني نفسك. السؤال هو فعلا اللي قاله ولا في صوت جواه هو اللي خلى لسانه ينطق؟ ولا يمكن المراية كانت بترد؟ بس تاني يوم صحي من النوم لقي هدومه متغيرة، بس هو متأكد إنه ما لبسهاش. ولما فتح موبايله لقي مكالمة مسجلة بينه وبين شخص بنفس صوته. مين اللي كان بيتكلم؟ وإيه اللي اتقال؟ وليه أول ما شغل التسجيل الكهرباء قطعت؟ من ساعتها بقى بيتكلم وهو نايم، بس الكلام ما كانش عربي، كأن بلغة غريبة. وفي مرة صاحبه قال له أنت كنت بتضحك لوحدك وأنت نايم وعينك مفتوحة. بس في سؤال برضه محيرني، إزاي واحد نايم وعينه مفتوحة وإزاي يضحك على حاجة ما حصلتش؟ وفي مرة دخل اوضته لقي ورقة مكتوب فيها المرة الجاية هنتبدل، بس بخط ايده. وعينه بقت مش بتبص في المراية، بقت بتتجنبها كأنها خايفة من اللي جواها. لو وصلت هنا يا ابو الكباتن يبقى انت مختلف وعندك فضول وجواك حاجة زيهم. انزل اشترك دلوقتي وفعل الجرس وسيب لايك قبل ما هو يشوفك وقرر ياخدك في ليلة. قرر يواجه كل ده. دخل اوضته وقفل الباب، جاب مراية صغيرة وقعد قدامها وقال لنفسه وهو بص في المراية لو ليك وجود اظهر. بس فجأة النور اتقطع والمراية فضلت منورة، وشاف نفسه في المراية بس عينه التانية كانت بتنزل دم. وابتسم، بس هو قاعد ماسك المراية مبتسمش. المراية اتكسرت لوحدها وقام لقي وشه كله جروح بس مش حاسس بحاجة. بص في الموبايل لقي صورة ليه واقف قدام بيته بس لابس حاجة عمره ما شافها معاه. هو النهاردة لسه عايش، بس أصحابه بيقولوا إنه بيقلد صوتهم ويعرف تفاصيل محدش قاله عليها، وبيتكلم مع المراية ويضحك. بس السؤال الحقيقي، هل ده لسه هو ولا النسخة اللي كانت مستنية اللحظة المناسبة؟ خلي بالك، القرين عمره ما كان لعبة، مش حكاية تتحكي وتتنسي. بالعكس، القرين ممكن يكون دلوقتي بيكتب الرد عادي وانت مش متخيل انك بتفكر لوحدك. لو في موقف حصل على أرض الواقع وانت وقفت له لحظة حسيت ان الموقف ده عدى عليك قبل كده، اكتب لنا في كومنت، سيب لايك قبل ما الكهرباء تقطع، وفعل الجرس عشان الجرس هو آخر صوت هنسمعه قبل ما نتبدل. لو عايز جزء تاني من القصة دي اكتب في كومنت. كان معاك الشاهد الأخير. وآخر سؤال ليك يا أبو الكباتن، لما تبص في المراية بعد الفيديو مين هيبص لك؟ انت ولا هو؟